السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير؟ صحتكم لاباس؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب الرحمن الرحيم. توحشتكم بزاف، ولكن نتوما عارفين الظروف كي دايره، داكشي علاش ما مورال ماشي هو داك كيلعب ما بيني وبين. دخلوا عندي البنات قالوا لي فوزي اختي هضري لنا حتى على الرجال، كتهضري لنا على العيالات، حيت العيالات هما المهمين بالنسبه لي بزاف. الرجال ما كيبغيوش يمشيو عند الطبيب، كتقولي لي يلاه معايا الطبيب، نقول لك لا انا بخير، انا ما عندي حتى شي مشكل، انا ما عندي والو، سيري نتي تي 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 تي. اغلبيه دخلوا عندي قالوا لي ما كيبغيش يمشي عند الطبيب، وفريمون انا القضيه عارفه. حيت صحاباتي مقربين، يعني مقربين كنعرفهم، تنتلاقى معاهم تنهضر معاهم وجه لوجه، هذه تقول لي انا ما بغاش يمشي معايا الطبيب، تنقول لها وشنو غتحملي بوحدك؟ ما يمكنش. شي عام عامين 3 سنين 4 سنين وانت كتمشي عند الطبيب، كتاخدي الادويه، كديري داكشي في الوقت ديالو، ما متبعه، ما مخليه، ما دايره، وما وقعش حمل. داكشي ديال الله سبحانه وتعالى، لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا ما ندخلوش في داكشي ديال الله سبحانه وتعالى، داكشي اللي بغى الله كن فيكون. ولكن كاين شي حوايج سميتهم الا وصلتي لسنه واحده اللي هي عام وما وقعش حمل، خاص راجلك يمشي معك عند الطبيب اولا الطبيبه. هذه الطبيب تيقولها لك، تيقول لك الا وصلتي عام، طبيب احسن مني ومنك، مابقاوش نتقاجروا مع الاطباء، الاطباء المزيانين اللي بعقلهم اللي كيتقوا الله، تيقول لك الا وصلتي لعام وما حملتيش، ديك الساعه كيبداو فحوصات المسائل هذه. وكاين دابا اللي ولا الله يجازيهم بخير، قبل كاع ما توصلي لعام، شهرين 3 شهور، يعني حملتي بقيتي واحد المده ديال 3 شهور ولا شهرين بحال هكا طبيعيين، بغيتي تحملي ما جابش الله ومشيتي عنده قلتي ليها كاين وكاين، ولاو هاد القضيه هذه تيقول لك يلا زيدي اري شنو باش كتحسي هذه اري ليها التحاليل ديال الغدد هذه فينا وراجلك علاش ما جاش معاك؟ تقولي لا، تقول لك لا، قولي المره الجايه يجي معاك. وقعت لواحد البنت صاحبتي قالها لا ما تجيش عندي بوحدك، جيبيه، قولي ليه، قال لك الطبيب جي في كازا، كنعرفها، ومشات جابت راجل ما عجبوش الحال، بلا ما نكمل، ما عجبوش الحال ومشى، ووقع اللي وقع. فهمتوني ياك فهمتوني. المهم الراجل عنده جوج المشاكل اللي مهمين، جوج، هادي وحده وهادي وحده، جوج. المشكل الاول ديال الصحه ديالو، ما بقاتش غير في الحيوان المنوي، لا تسنى هذاك جايين لي الصحه ديال هذاك الراجل كي دايره. هذا هو المشكل الاول، وعنده مشاكل جايه معاه. المشكل الثاني هو ديال الحيوانات المنويه، المشكل الثاني عاد داكشي اللي جاي معاه. المشكل الاول اللي هو ديال الصحه ديال الراجل، شنو كيكون فيه؟ واش هرمون ديال التستوستيرون اللي عنده مزيان قاد ما فيه حتى شي مشكل؟ واش ما عندوش مشاكل في الخصيه ديالو بالنسبه لهذوك الرجاله اولا الوليدات اللي كيكونوا تزادوا قبل ما يتطور الطب وداكشي، كتكون نازله غير بيضه وبيضه ما نازلاش طالعه، اولا تيكونوا طالعين بجوج، اولا تيكون دار شي عمليه على الخصيتين ملي كان صغير، اولا عنده شي مشكل في الخصيه مضروب فيها اولا شي حاجه، هادشي حتى هو داخل في مشاكل ديال الخصيتين. تنعطيكم فيديوهات مفصله على كل في مشكل. اولا عنده مشاكل وراثيه في الصحه ديالته، يعني شنو نقول لك، مشاكل وراثيه ديال شي مرض اللي وراثي اللي يقدر ياثر ليه على الحيوانات المنويه. اولا عنده مشاكل في الغده النخاميه اللي هي غده ديال النمو، اللي كتقدر تسبب ليه على تاثر ليه على الخصيه وعلى الهرمون ديال التستوستيرون وداك الشيء، وتسبب ليه مشاكل في تاخر الانجاب. ما بقاوش نقولوا داك عدم الانجاب، ولكن نتمنوا انه غير تاخر الانجاب. اولا عنده الوزن الزائد، ماشي الوزن الزائد، الوزن الزائد اللي فايتين 100 كيلو الصرف، وماشي 100 كيلو ديال هذاك اللي كيتريني والعضلات وكل شيء واقف شاد بلاصتو، لا 100 كيلو ديال هذاك اللي كله مدلدل وكينهج وهو طالع في الدروج، حطوا لي كرسي وجدوا لي الماء جيبوا لي السكر، واش فهمتي؟ اللي شبعان كوليسترول وشبعان مشاكل في الداد ديالو. هادو ما بين المشاكل الصحيه اللي كتكون على الراجل. جيو اختي دابا اسمعي ليا، جيو المشاكل ديال الحيوانات المنويه. هذاك الحيوان المنوي المهم بالنسبه للحمل، بيضاتك زوينه
هرموناتك مقادين، قنوات فالوب ديالك مقادين، كلشي عندك هو هذاك 5 اللبان كما داك الاشار ديال وقنا اتاي المجنون. باش تحملي خاصك حيوان منوي. ما يمكنش واخا تحملي وانت ما عندك، انت غير ولادك مزيانه كلشي مزيان، لا، خاصك حيوان منوي دار راجلك. يعني يا بعد يعني اشنو يعني؟ ها انت كلشي عندك مزيان، الا دخل هذاك الحيوان المنوي هو ضعيف في شي حاله من الحالات ديالو، يا اما ما كيوقعش حمل كاع، يا اما كيوقع حمل كيجي موراه اجهاض. كتشوفوا دوك الفيديوهات ودوك التصاور ديال ملي كتكون شي ليمونه بدات كتخسر، بدا كينوض في هذاك العفن وداك الشيء، كيحطوا حداها ليمونه جديده زوينه لا كتلمع وكل شيء، وكيبدا هذاك العفن كيبدا يدوز لهذاك. تخيلي دابا انت بويضه مزيانه كلشي مزيان، داك الحيوان المنوي عنده شي مشاكل فيه ودخل ديك البويضه، ها هو دخل، مع انه ماشي سهوله يدخل حيت كيكون واحد الجدار على البويضه وداكشي، ها هو دخل. ملي غتبدا تنقسم ديك البويضه ما تنقسمش بالشكل الصحيح، اولا الشكل اللي خاصها تنقسم به باش تكون داك الجنين اللي انت محتاجاه اللي خاصو يكون. فشنو كيوقع اجهاض واخا تنقسم واخا وقع حمل. اغلبيه المرات المشاكل ديال الحيوانات المنويه معروفه، يا اما كيكون عنده نقص في العدد الحيوانات المنويه وهاد المساله كتكون بزاف، يا اما تيكون عنده نقص ديال الحيوانات المنويه وكتزيد هذاك العدد ديال الحيوانات المنويه اللي باقي عنده فيه تشوهات بزاف. ودابا ندير لكم فيديو ديال التشوهات باش تشوفوه. خاصني نوريكم التصويره كيفاش كيكونوا دوك التشوهات. كنعرفش نلصق التصاور هنايا قبلوا عليا، نديرو فرط الطولات في الحيط. كيكون يا اما حيوان منوي عنده جوج ديال الريوسه وديل واحد، اولا راس وجوج ديال الاديال، اولا الراس كبير على الديل، يعني بحال هذا الشكل كيكونوا تشوهات. يعني ها هو عنده نقص، وداك الشيء اللي باقي عنده ناقص تيكون عنده فيه تشوهات، اولا ما تيكونش عنده نقص وتيكون عنده تشوهات الحيوان المنوي، اولا تيكون عنده ضعف في الحركه ديال الحيوانات المنويه، يعني ما كتمشيش بسرعه، كتمشي بطيئه بزاف. هذيك مشاكل كتقدر تكون من الحياه اليوميه ديال ديك الانسان، اولا من شي حاجه وراثيه، اولا من ظروف ديال العمل. حتى هذيك البلاصه ديال الانسان ديال الراجل الا كانت كتوصل لواحد درجه الحراره سخونه بزاف، يعني على حسب العمل ديالو هذا، كتاثر على البيضه اللي تكون في الحيوانات المنويه. بالنسبه كاينين واحد الرجاله كتكون عندهم حتى هما عندهم واحد القنوات ما بين الخصيه، هي ديال الخصيه يعني البيضه اللي كنقولوا، والاحليل ديالهم تيكون واحد القنوات بحال القناه ديال فالوب باش كيدوز الحيوان المنوي من ديك الخصيه الاحليل ديالهم. كيقدر يكون عند شي واحد مسدوده، ماشي مسدوده قفلو ساروت، لا، شي اختناق، شي سبب، شي تعفن وقع ليه اولا شي التهاب وقع ليه تسبب ليه في داك الاختناق ديال ديك القناه، ما بقاش كيدوز الحيوان المنوي. هو عنده حيوانات عنده كلشي ولكن ما بقاش كيدوز غير الماء، يعني ما كيدوزش حيوانات. يعني كيكون عنده بحال هكاك، تيكون عنده انسداد في ديك القنوات ديال المنويه ديالو. واخر حاجه كتكون هي فاش كيكون هذاك الانسان ما قادرش ينتج حيوانات منويه. يعني علاش ما قادرش ينتج؟ تيكون يا اما عنده شي خلل في الهرمونات ديالو حتى هو اللي ما كتساعدوش انه ينتج الحيوانات المنويه ديالو مقاده كيف ما بغى، اولا تيكون عنده شي التهاب او عدوى في الجهاز ديال التناسلي ديالو، اولا تيكون عنده شي مضروب شي ضربه تما ملي كان صغير اثرت عليه، اولا فايت لي دار شي عمليه جراحيه تما في داك الخصيتين ديالو، اولا فايت استعمل ادويه اللي كتاثر. كاينين شي ادويه على شي امراض معينه حتى هي كتاثر على الحيوانات المنويه. كنشوف الساعه حيت خاصني نخرج نجيب ولادي. اولا يعني كيكون الله يستر كان فايت فيه مرض ديال السرطان اولا شي حاجه بحال هكا، وكان كيدير شي علاج ديال السرطان حتى تقدر تاثر. الله يشافينا ويشافي الجميع يا ربي من اي ابتلاء. الناس اللي كيدخنوا بزاف، اللي كيتعاطوا بزاف للتدخين، المخدرات، المشروبات الكحوليه
كثره، يعني واحد المشروبات الكحوليه اللي غير مراقبه وداكشي. اما ديك المراقبه كنظن انه تقدر تكون فيها ما يخليوهاش دوز بشي حاجه هكا ولا هكا، مع ان كلها راه كوارث سواء مراقبه ولا ما مراقباش. أه كما قلت لكم تعرض للحراره، يعني هذه انا سمعتها بودني. عنده واحد الطبيب كان قالها لواحد السيده، قالها سولها فاش راجلك خدام وداكشي وهذا كنت مشيت معاه في سبيل الله، وقال لها حيت يقدر يكون عنده مشكل ديال الحراره كيأثر ليه على سميتو، على الحيوانات المنويه ديالو. واخر حاجه اللي تقدر تكون هي المشاكل الوراثيه. المشاكل الوراثيه يعني اللي كدوز من الاب والام لداك الراجل، تيوليو عندهم كيولدوا شويه الامراض من عند الاب ديالو، شويه الامراض من عند الام ديالو، كيتجمعوا فيه هو. الحمد لله. يعني هادشي كله هما المشاكل اللي تيكونوا عند الراجل. فمن الافضل اخويا الله يسهل عليك ويرزقك الذريه الصالحه اللي كتمناها انت والزوجه ديالك يا ربي. منين تعطل عليكم، تاخر عليكم وتعطل عليكم الانجاب، سير معاه عند الطبيب، سير معاه عند الطبيب. اي داء خلق الله سبحانه وتعالى خلق له الدواء، سير معاه عند الطبيب اولا الطبيبه، هي ديها عند الطبيبه وسير انت عند الطبيب. الا حشمتي من الطبيبه سير انت عند الطبيبه، وهي ديها عند الطبيبه. هزو براقيها من عند الطبيبه وديهم معاك وسير عند الطبيب، وهزو براقيك من عند الطبيب وسير معاه عند الطبيبه. هذه رحله العمر كتمشيو فيها بجوجكم، تعاونوا فيها بجوجكم. ما كاينش انا نمشي بوحدي وهي تمشي بوحدها، لا، سير مع مراتك وتمشي معاك، تكون الشفافيه ومصداقيه. سيروا دوزوا بجوجكم، حتى انت سير دوز، دير التحاليل ديالك. وتزاد واحد المشكل واحد اخر من هذيك المشاكل الوراثيه، هو داك الكروموزومات. الكروموزومات هما داك اكس وايغريك وداك الشيء، وكيفاش كيتكون داك الحيوان المنوي وداك الشيء. ولاو كيلقاو بزاف هاد المشكله، يلاه ولات مطروحه دابا واحد عامين ولا 3 سنين، ولاو تيلقاو هاد المساله هادي بزاف في الحيوانات المنويه عند الراجل. فولات كتسبب، هي اللي كتسبب الاجهاض بزاف، هي اللي كتكون سبب في الاجهاض بزاف. يعني واحد المشكل وراثي تيكون في الحيوان المنوي عند الرجل سميتو الكروموزومات. دابا نجيب لكم التفصيل ديالو بالضبط مزيان باش تعرفوه. يعني سيروا دوزوا، ديروا تحاليلكم، ديروا راديواتكم، ديروا المسائل كامله اللي خاصكم ديروها. هي غتزيروا شويه في الفلوس، ولكن ملي غتشوفوا عوينات داك البيبي ان شاء الله بين يديكم غتنساو داكشي كامل، الفلوس غادي يعوضهم الله، حيت الوقت لا يساعد. يعني الانسان اللي كان بدا كيكبر، كل ما بدا كيكبر كل ما داكشي كيبدا يتاثر عنده بزاف. تهلاو في راسكم، الله يرزقكم بالذريه الصالحه يا ربي اللي تبر بكم وتكون كما تتمناوها ان شاء الله يا ربي الرحمن يا رحيم. اللي باغي الوليدات الله يعطيهم ليه، اللي باغي البنيات الله يعطيهم ليه، اللي باغي التوام الله يعطيهم ليه. والله يرزقكم ويرزقنا ويشافيكم ويشافينا ويعافيكم ويعافينا يا ربي الرحمن الرحيم. تهلاو في راسكم، تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبالتعليق الزوينه ديالكم، ولا بغيت شي حاجه كتبوها ليا هنايا. دابا نخلي البنات اللي سولوني على انستغرام حيت دخلوا عندي على قبل جروب. دابا نوريكم واحد الجروب كاين في الانستغرام، الا بغيتو تدخلوا ليه مرحبا. كنحط فيه لي فيديو، كنحط فيه شحال من حاجه، وكنقدر نحط فيه تاجوبه على شي حوايج اخرين. تهلاو في راسكم، ردوا لبال راسكم، والله يلاقينا في ساعه الخير ان شاء الله.